خي أمينة اللي هي رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بمديرية الإقليمية بالعيون، واللي تم الاختيار ديالها كشخصية السنة في الأقاليم الجنوبية من خلال بعض المواقع الاجتماعية اللي هي عندها متابعين كثار في الأقاليم الجنوبية، لأنها كانت كتقوم بعمل كبير في الفترة اللي كانت يعني متجندة المديرية ديال التعليم بجهة العيون او باقليم العيون من اجل بزاف ديال الاكراهات وبزاف كذلك ديال التحديات، منها التحدي ديال التعليم عن بعد. كانت يعني خي أمينة من يعني من الشخصيات يعني النسائيه البارزه في هذه السنه هذه، وبالتالي قدرت انها تاخذ شخصيه السنه 2020. كذلك قلنا فغادي تكون معنا السيده رئيسه مصلحه الشؤون القانونيه والتواصل والشراكه بالمديريه الاقليميه العيون، السيده خي أمينة اللي قدرات يعني بالعطاء ديالها والابداع ديالها وكذلك بالاشتغال ديالها عن حب لهذا الوطن انها تحصل على شخصيه السنه 2020 من قبل يعني صفحات المواقع التواصل الاجتماعي اللي يعني عدد متابعينها فهم يعني بالالاف. فاليوم غادا تكون معنا ان شاء الله، واليوم كذلك هي نموذج ديال المراه المغربيه اللي كتعطي الشيء الكثير للمجتمع، وبالتالي فكان من الضروري ان يكون عندنا معها هذا اللقاء هذا باش نشوفوا اولا يعني سر الاختيار ديالها كشخصيه السنه ديال 2020، والحمد لله يعني الاختيار كان نسوي هذه السنه، وكذلك الجانب المتعلق باهم التحديات والاكراهات اللي عرفاتها يعني في منذ الاشتغال ديالها منذ ظهور كذلك هذه الجائحه. نعاود غير نذكر ان السيده خي أمينة هي مرأة معروفه في الاقاليم الجنوبيه وبالاخص يعني في المديريه الاقليميه بالعيون، نظرا يعني للقيمه ديالها الوطنيه وكذلك القيمه ديالها من اجل الاشتغال على حب الوطن. فنربطوا الاتصال بلاله خي أمينة. اهلا وسهلا. اذا اهلا وسهلا مرحبا وشكرا لقبول الدعوه. طيبة لراديو مارس، وشكرا لكم، شكرا على مواكبتكم. مرحبا وتحية طيبة لكم ولكل المستمعين والمستمعات، وشكرا لكم كما قلت على المواكبة والتتبع لمختلف المستجدات واللي تعرفها المنظومة التعليمية نعم مرحبا. فبداية احنا يعني نهنئك يعني باختيارك كشخصية السنة 2020، وانت يعني معروفه الحمد لله في المنطقه يعني بالاشتغال ديالك كرئيسه مصلحه الشؤون القانونيه والتواصل والشراكه المديريه الاقليميه بالعيون، فاكيد انه تحدي كبير بالنسبه لك كمراه اللي قدرت انها تفرض الوجود ديالها في يعني في العمل وكذلك في المجتمع، وبالاخص في واحد الفتره اللي كان المغرب محتاج انه يكون عنده ابناء الوطن اللي كيشتغلوا بحب وكذلك يقدروا انهم يواجهوا الازمات وكذلك يواجهوا كذلك التحديات بقوة. فبداية كيفاش يعني استقبلتي الخبر ديال اختيارك كشخصية السنة 2020، وفي نظرك شنو هو السر في ذلك؟ إذا ما عرفت السر يعني أنا في نظري نحن خاصنا نخدموا ومطالبون بالعطاء وبالعمل. هذه سنة الحياة، وهذا جزء من حياتنا بطبيعة الحال. إذا اختياري من طرف صفحة الصحراء واتساب اللي هي بطبيعة الحال وموقع اللي هو عنده الكثير من المتتبعين، وإحنا نعرفوا أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية اللي هي بطبيعة الحال بغينا ولا كرهنا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. واختياري بطبيعة الحال من طرف الصفحة ربما العمل اللي قمنا به، وتحديدا في هذه الفترة اللي هي فترة استثنائية، فترة دقيقة وفترة حساسة شهدها العالم ككل، واللي كنا احنا امام واحد التحدي وهو عملية التعليم عن بعد والاستمرارية البيداغوجية. إذا ربما اختيارهم كان نتيجة عملنا في طبيعة الحال من أجل إيصال الدروس لتلاميذنا الأعزاء. إذا في البداية كذلك نبغي نشكر الصحراء واتساب على هذا الاختيار، وصراحة الصفحة ماشي غير اختياري أنا فقط، ولكن الجميل في صفحة الصحراء واتساب أو هذا الموقع
في هذا العالم، العالم والفضاء الازرق، انه بطبيعه الحال شاركنا في مختلف الانشطه، عمل على تسويق وتحسين صوره المدرسه العموميه، على انه ساهم في اشعاع المديريه الاقليميه بالعيون وتغطيه مختلف انشطتها سواء التربويه او الرياضيه او الثقافيه. ايضا نشكر الاصدقاء والصديقات على العبارات الجميله. اذا الجميل ليس الاختيار ولكن هو العبارات الجميله، يعني انا ماشي انا مينتو اللي درت صورتي ولا طلبت باش الناس يعلقوا عليها ولا يعلقوا على اختياري، ولكن الصفحه دارتها وربما الناس تفاعلوا بشكل ايجابي. نعم، اختيار كان ديالهم هم. نعم. اذا بالنسبه لكم يعني استاذه، شكرهم نعم. جزيل الشكر. نعم. وانا في نظري اذا كانت علاش مينتو هذا الاختيار لانها تخدم في المنظومه التعليميه، انا كنقول هذا راه واجب وطني تجاه تلاميذنا ومنظومتنا التعليميه. نحن بطبيعه الحال كنت ذكرت التحديات، كنا واجهنا الكثير من التحديات، نعم. ولكن انا كنقول دائما بالعزيمه وبالاراده وبالتطلع بطبيعه الحال نحققوا اهدافنا. هدفنا كان هو ايصال الدروس للتلاميذ في ظل تفشي وباء كورونا، والمديريه الاقليميه بطبيعه الحال راه هناك فريق قياده، ماشي انا وحدي ولكن كان فريق ديال القياده، كانت لجنه ديال اليقظه والتتبع اللي واكبت العمليه في مراحلها. كانت ربما مراحل صعبه لان ما عندناش تجربه وما عندناش خبره في المجال، وكنقولوا في الفلسفه لكل بدايه دهشه. اكيد طبيعه الحال. نعم. كانت عندنا دهشه، كان عندنا تخوف، ولكن راه كما قلت بطبيعه الحال كانت عندنا اهداف واستراتيجيات. هدفنا هو ايصال الدروس للتلاميذ، والحمد لله بطبيعه الحال استطعنا ايصالهم. انا كنقول ماشي فقط كنا كذلك الهدف. انا اللي ربما ضفت وانا بالنسبه للدروس، اضفنا بطبيعه الحال كان هدفنا هو نديروا فيديوهات تحسيسيه وتوعويه اللي راعينا فيها واحد التنوع ثقافي في المغرب في مملكتنا، ودرنا ذيك الفيديوهات درناها باللهجه الحسانيه ودرناها بالدارجه ودرناها بالامازيغيه ودرناها بالفرنسيه والانجليزيه، اللي وصلنا فيها الكلام شنو هو البروتوكول الصحي، شنو هو اللي خاصهم يعدلوا، شنو مجموعه من الاجراءات والعمليات اللي درنا. كذلك بالنسبه للدعم النفسي جبنا مختصين في المجال لطمأن التلاميذ، خصوصا فترة الامتحانات الإشهادية في البكالوريا في الجهوي، في الامتحانات اللي كانوا تلاميذ ربما عندهم تخوف واللي كانت جات متأخرة شيئا ما لأن الظرفية لم تسمح باش تدار في الوقت ديالها. إذا أنا في نظري هذا هو المهم. المديرية انتجت كذلك، درنا المديرية انتجت ملصقات ومطويات اللي عرفت بالبروتوكول الصحي وضرورة الالتزام به، وربما الحمد لله نجحنا إلى حد ما، ولكن النجاح هو بفضل فريق القيادة، بفضل لجنة اليقظة، بفضل طبيعة الحال الأساتذة الأجلاء، لأن الدروس راه بطبيعة الحال اللي داروها الأساتذة السادة رؤساء المؤسسات التعليمية الكل انخرط وبحس وطني وتضامني وواحد الخدمه انسانيه اللي كل شيء انخرط فيها صراحه. كانت شي شراكه مع فعاليات المجتمع المدني لاله امينه يعني بطبيعه الحال. كانت عندنا شراكات مع المجتمع المدني، شاركوا معنا جمعيات الاباء، ونبغي نشكرهم من هذا المنبر. جمعيات الاباء كان عندهم دور كبير بطبيعه الحال، ساعدونا لا في انتاج الدروس ولا بالنسبه البروتوكول الصحي والتعريف به الى اخره. ايضا هناك شركاء الله يجازيهم، وهذه هو المطلوب. انا كنقول هذا راه ماشي الحاجه اللي نمنوا بها ونقولوا رانا درناها. هذا راه واجبنا، واجب اخلاقي، واجب وطني، واجب انساني، والجزاء عند الله ماشي ننتظروا. شكرا. وهذاك الشيء موجه لتلامذنا. هذيك راه
طاقاتنا البشريه المستقبليه اللي خاصنا أكيد. نخدموا عليها صراحه. نعم، شكرا لك أستاذة خية أمينة، رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية بالعيون، ونجدد كذلك تهنئتك باختيارك كشخصية السنة 2020. فتحية كبيرة لك، وتحية كذلك لسكان أقاليمنا الجنوبية، وتحية كذلك لكل مواطن مغربي يشتغل بحب كيف ما تكلمت أستاذة خية أمينة، واللي كذلك عطاو الشيء الكثير في واحد المرحلة اللي هي صعبة جدا، واللي كان فيها كما قالت الأستاذة خية أمينة كان خاص تضافر جهود ديال مختلف مكونات وشرائح المجتمع.